حبايبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الكبسه مع بعض، واحده واحده وخطوه خطوه مع بعض. بس هعمل حاجتين فيهم بيختلفوا عن اي حد بيعملها. تعالوا معايا نشوف هنعمل ايه. يلا بسم الله. طبعا احنا غاسلين غسله الفراخ كويس قوي. التركه اللي هعملها تختلف عن اي حد بيعملها، ان انا هعمل صدمه للفراخ الاول، دي مش بيعملوها عشان ايه؟ تبقى شكلها حلو ومحمر من فوق كده. طبعا انا غاسله الفراخ كويس جدا وعامله لها المحلول النقع بتاعها، ونزلت بالماده الدهنيه وسبتها تسخن جدا عشان اسمع اللي انتوا هتسمعوه ده. الوش الثاني هتاخد نفس الصدمه ونفس الاحمرار، وهنكمل بقيه الطبخ. شلنا الفراخ ومقطعه بصلتين مربعات كاروهات يعني. البصل اللي هننزل بفلفلتين اول ما ريحتهم تطلع. الله الله على الريحه. هننزل بقى بالطماطم، مقطعه طماطم 2 طماطم. ننزل يا معلم والجزر، جزرتين مبشورين. ننزل بالبهارات، بهارات كبسه، فلفل اسمر، عودين قرفه، معلقتين كاري وكرو. اقلب المكونات دي كلها. اول ما نشم الريحه المحترمه دي هقوم نازله ايه؟ بالفراخ. بسم الله. والله ريحتها ما اقولكوش. اتفضلوا معايا. هقلبها شويه بالحاجات دي. طبعا هي واخده صدمه، فهتتقلب بيها تبقى طعمها اجمل واحلى، وما تبقاش شبه المسلوقه في وسط الكبسه. الملح عشان تبقى الفراخ محيقه وطعمها حلو. اول ما تدخل في السوا هننزل بالرز. واو. هننزل بالرز. الرز البسمتي مش زي المصري، بياخد 1.5 كوباية. طبعا هي كان فيها ميه، فاحنا هنزود عشان ايه؟ الرز يستوي. زودنا الميه. هنحيق الملح واوريها لكم ما تتشرب. قبل ما الرز يتشرب هنعمل سلطه الدقوس. حطينا طماطم، حطينا فلفل رومي، فلفلايه رومي، طماطميتين، نص فلفله عشان ما يبقاش حراق، وهنحط الليمون. عصرنا الليمون. هننزل بالملح، فلفل، شويه كزبره. يلا خلاص عملناها. رايكم شايفين المنظر وريحتها جميله. الكبسه وصبيتها وادي شكلها في الاخر. وسلطه الدقوس ريحتها جميله وطعمها حلو جدا، ان شاء الله هتعجبكم. وخلصت الحلقه، واشوفكم المره اللي جايه في وصفات كتير حلو وحادق. بحبكم جدا وبشكر كل حد بيدعمني وكل اخواتي وحبايبي وبيعمل لي لايك. عجبتكم الحلقه؟ ما تنسوش اللايك والشير. باي.